باب الفاتيكان قتل 100 مليون إنسان وزلزل حضارات بأكملها وكاد أن يقضي على البشرية. في القرن الثالث عشر ميلادية قرر البابا غريغوري التاسع أن القطط وخاصة السوداء رموز شيطانية تستخدم في طقوس السحر وعبادة إبليس. أصدر مرسوماً بابوياً يشيطنها وأمر بقتلها، فانتشرت في أوروبا حملات شعواء لإبادتها حتى اختفت القطط من المدن والقرى وعم الفراغ البيئي. وبما أن القطط كانت العدو الطبيعي للفئران، فإن اختفاءها أدى إلى انفجار في أعداد القوارض التي كانت تحمل براغيث ناقلة لأخطر وباء عرفه الإنسان: الطاعون الأسود. في كل أوروبا زحف الطاعون كريح سوداء حاملة الموت، وفي غضون سنوات قليلة فقط قتل ما يزيد عن 100 مليون إنسان حول العالم ودمر ثلث سكان أوروبا. لم يكن هذا مجرد وباء، بل زلزال حضاري. في أوروبا انهارت الإقطاعية وبدأت بذور التمرد على الكنيسة، غابت الثقة برجال الدين وظهرت حركات متطرفة.